بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. طبعا بنشرف وبنسعد بوجودنا مع عالمين كبير في اعلام سوق الدواء، دكتور محمد عز. يا اهلا وسهلا بيك يا دكتور. مرحبا بيك، الله يحفظك. دكتور عمرو طبعا غني عن التعريف، دكتورنا شرفنا بيك. طبعا كان لقاء ملح جدا لاسباب كتيره انا مش هتكلم فيها، ولكن هقول السبب الاهم ان يعتبر نموذج شركه ابدأ من النماذج اللي حققت المعادله الصعبه. يعني هو شغال بسياسه الشركات وان واي للبضاعه اللي هو التارجت او الهدف اللي هيئه الدواء بتطمح ليه، فبيضمن تماما يعمل عمليه تراك اند تريس البضاعه، وده يبقى مساله تتبع بسهوله، بيضمن ان الدواء يروح امن المريض بسهوله. فما شاء الله دي معادله نقلوا نفسهم فيها نقله كويسه جدا. وكمان فكره الانتشار في شغل الصيدليات بالوصف والنموذج اللي الناس حباه، وفي نفس الوقت بيشتغل بالخصم. بالمناسبه بيشتغل في الجمله بالخصم النت، فده كلام بيجمع بين الهدف المطلوب وبين سهوله التنفيذ. فحاجه يعني جميله ونموذج مشرف، ويعني لذلك الهدف الاساس من اللقاء ان احنا ننقل الصوره وننقل النموذج ونقول في المجال لكل الناس الموجوده ان صناعه النجاح سهل تكون، ولكن محتاج عقول عندها من الثقافه ومن الفكر والتخطيط والتطوير، ان هي عاوزه توصل للنقطه دي في ضوء المعايير الدوليه اللي هي تامن سلامه وصول الدواء. الاول دكتورنا عاوزين نعرف الاسم حضرتك والنشأه، ونعرف كده الناس بحضرتك، لان اسم حضرتك عالم كبير. حضرتك طبعا دكتور عمرو، ولكن الناس تعرفش حاجه عن قرب، فعاوزين كده نتعرف عن قرب. انا محمد عز الدين، صيدلي دفعه 2003 جامعه 6 اكتوبر. النشأة في بيت عادي جدا. محافظه منين يا دكتور محمد؟ انا اصلا والدتي ووالدي من القليوبيه. والدي لواء مخابرات حربيه رحمه الله عليه، ووالدتي استاذ تحاليل طبيه، كانت قعدت فتره مدير معهد تيودور بالهرس للابحاث، وعندها معامل تحاليل بتاعتها شخصيه. احنا نشأنا في بيئه عاديه جدا متوسطه، ناس عاديين جدا، ولكن احنا كان عندنا طموح ان احنا يعني يبقى لنا اي نوع من انواع الاثر في الحياه، يعني يبقى لنا اي تاثير في الحياه. يعني ما شاء الله السر في الطموح. السر طبعا في الطموح، والسر في العمل. اهم حاجه العمل، واهم حاجه المجهود، واهم حاجه الرؤيه، يبقى في رؤيه. ما شاء الله. احنا كانت البدايه في 2003. البدايه دي هحكي لها معلش سؤال مستقل عشان دي. دكتور عمرو بقى عاوزين برضه الاسم والمؤهل والنشأة. علي ابو طالب، انا مواليد 80. انا اصلا من اسكندريه، ولغايه لما خلصت ثانويه عامه لغايه لما خلصت ثانويه عامه انا خريج بي اس اسكندريه، وبعد كده جيت دخلت جامعه 6 اكتوبر، خريج 2003 نفس الدفعه مع محمد. اتخرجنا في 2003 صيدله 6 اكتوبر، وابتدينا اشتغلنا الاول سنه كده في مالتي فارما، سنه و3 شهور بالظبط، وفي الاخر 3 شهور فتحنا العربي فارما. دي كانت اول بدايه. ما شاء الله. احنا بقى في اسرار كتير ان شاء الله نقولها في اللقاء، يعني جينا في فتره وكنا بنقول عربي سيجما، فقبل ما نخش في التفاصيل دي وسر العربي سيجما والكلام ده، لكن احنا عاوزين نقول البدايه بقى. دكتور محمد، منين كانت البدايه والفتره الزمنيه، وانت بادئ كنت شايف انت رايح شركه ابدا ولا كان التقييم ايه؟ حلو السؤال، جميل. هو الصراحه اللي ما كنتش شايف ابدا دي خالص بامانه، يعني الحقيقه هي الفكره ان احنا كانت البدايه زي اي شباب. الفكره ان احنا اشتغلنا فتره في شركه لوكال، شركه مالتي فارما، تعلمنا طبعا فيها كتير، وكانت التجربه الاولانيه بالنسبه لنا ان احنا نبدا نفهم الدنيا ماشيه ازاي حوالينا، او مجال بقى حضرتك فاهم ان في مجال التعليم شيء ومجال الواقع والعمل شيء تاني. اما احتكينا بواقع العمل اشتغلنا زي كل الشباب، بدانا كمندوب بيشتغل لغايه لما جت فتره، بعد اشتغلنا حوالي سنه و3 شهور في مالتي فارما. قعدت انا والدكتور عمرو، ولينا طبعا شريكنا اخونا الكبير الدكتور شريف المصري. اتكلمنا ان احنا يعني ده شيء عادي، او ده شيء طبيعي، او ده احنا حابين ان احنا يبقى لينا اي انبوت او لينا اي بصمه. فكانت البدايه زي اي صيدلي. كانت امتى تقريبا البدايه؟ كانت التاريخ كام؟ البدايه شهر 7 2003. الصوره اللي بدات بيها كانت ايه؟ الصوره اللي بدانا بيها ان احنا 3 صيادله بيحلموا ان هم يعملوا اي حاجه خارج الصندوق او فكره جديده. يعني خدتوا مخزن، خدتوا اصناف، ولا اي حاجه. احنا عملنا مكتب علمي ولا اي حاجه، كان اجتماع على كافيه عندنا والدكتور شريف والدكتور عمرو. يا ريت الشباب بس يعرفوا الكلام ده. انا عاوز اكد بس اخواننا
ابدا من اكبر النماذج اللي محققه السوق اللي الجهات المعنيه محتاجاه. عاوزين بس نركز في بدايه بسيطه، قاعدين على كافيه بيخططوا عشان لما الناس بتتكلم في الامور دي ونقول الامور سهله ان الناس تنجح وتعمل نماذج مشرفه، الشباب بتستغرب هذا الكلام، او بعض الناس في السوق من الشباب اللي فعلا له اماكن بيستعجل ويشتغل شغل غلط. فعاوزين نشوف بدايه على بسيطها يعني، لكن في طموح وفي مجهود كبير، في حلم وفي برضه قعدتوا على الكافيه وخدتوا قرار، لكن ما كنتش شايف يبدا ولا اي احنا هنبدا نعمل بيزنس ونشتغل. احنا هنبدا نعمل بيزنس. طب ايه اللي نقدر نعمله؟ كان الاقتراح ان احنا نجيب توكيل ادويه من بره ونبدا نسوقه زي كل الناس. تمام. شاءت الظروف ان شريكي، الكلام ده كان في شهر 7، في شهر 11 اسسنا الشركه. كده 2003 2003 في 11 2003 اسسنا الشركه، وكانت الشركه عباره، ما كانش فيه طبعا امكانيات لاي حاجه، فكانت الشركه عباره عن مكتب جوه شركه، هو مكتب واحد ليا انا والدكتور عمرو والدكتور شريف بنقعد عليه بالتناوب، وكمبيوتر واحد ان شاء الله. بس كان في زي ما الدكتور عمرو قال في حلم وفي طموح وفي بدانا نشتغل. تفتكروا تقريبا الارقام اللي بداتوا بيها كام؟ لا ما هحكي لحضرتك بقى قصه بعيده عن الارقام دي، ما كانش فيها ارقام خالص. راس مال يضحك انت كده تحرجنا كده. بدانا ان احنا 3 صيادله زي ما قلت لحضرتك حابين نجيب توكيل من بره، بدانا نرسل شركات، وطبعا نجحنا في ان احنا نوصل لشركه او 2، حاجات صغيره جدا. واحنا ماشيين في الاتجاه ده تشاء الظروف، ان في زي ما قلت لحضرتك في طموح وفي هدف وفي ظهرت فكره الاوبورتيونيتي بتاعه التصدير مش الاستيراد. وهو ده الفكره اللي ده بيبقى توفيق من رب العالمين. لما بيكون انت حد مجتهد لازم ربنا يوفقك. فبدات الفكره بالعكس، لقيت الدكتور شريف بيكلمني، شريكي بيقول لي احنا العراق، هو خريج صيدله بغداد وعمره كله عايشه في العراق، فقال لي في اصدقائي الصيادله بيقولوا ان في مشاكل في العراق في الدواء، فمحتاجين نسبلاي الاول، مش عشان ارباح ولا اي حاجه، عشان نوفر الدواء للمواطن المراهن يعني. بدأنا طبعا كشباب صغير لسه ما فيش أي إمكانيات، طب نشتغل تصدير، طب نبدأ نروح الشركات. رحنا الشركات، يعني الناس بالنسبة لهم عندهم وكلاء وعندهم أرقام كبيرة أي حد جاي من هناك بيدور على حاجات المعينة المعروفة المشهورة، تيجي حضرتك تتواصل مع الشركات اللي بتعمل الكلام ده، بتطلب أرقام بالملايين الدولارات. فده طبعا بالنسبة ل3 شباب صيادلة حلم كبير جدا. فبدأنا قلنا ما لا يدرك كله لا يترك كله. احنا ممكن نشتغل في التصدير، ولكن نشتغل مع شركات هي اصلا لم تصدر من قبل، فانت بالنسبه لها تبقى اضافه وتقدر تتحمل. ان شاء الله المساحه الفاضيه يا اخوانا، الناس بتدور على المساحه الفاضيه تشتغل فيها. فكره ان حد يروح للزحمه اشوف الناس بتعمل ايه واعمل زيها، غلط. التفكير ده غلط. انا على قد امكانياتي، الفكره موجوده والطموح موجود، فهختار المساحه الفاضيه اللي اشتغل فيها. فهم هيشتغلوا في المساحه الفاضيه على قد امكانياتهم للشركات اللي ما بتصدرش. يعني طريقه التفكير مهمه، بتنقل حد من مكان لمكان. احنا بدانا مع شركات حتى ما كانش عندها جهاز تصدير. احنا كل ده لسه قصه العربي سيجما ما جاتش في السكه، لسه في البدايه، عشان بس الدكتور عمرو يتكلم فيها دي. فبدانا نشتغل مع الشركات اللي هي تقريبا ما عندهاش جهاز تصدير، اللي هي بتحلم ان هي تصدر ولكن ما فيش الفرصه، واحنا بالنسبه لنا بنحلم ان احنا نصدر، ما عندناش الفرصه، فتلاقت الاراده. ممتاز. فبدانا مع شركات، طبعا هي مش شركات صغيره، هي كانت صغيره في التصدير لكن هي كانت شركات كبيره في مصر، امثال سيديكو ودلتا فارم. بدانا نشتغل اول فتره عملنا نجاح محترم جدا من 2003 حتى يومنا هذا. احنا بنشتغل تصدير حتى يومنا هذا. ده طبعا علامه سمه تجاريه. ربنا اكرمنا ووفقنا وبدانا نشتغل. شركات هي اللي بتدور علينا، بتشوف الناس دي اللي اشتغلت ونجحت مع شركات. الشركه كانت باسم يا دكتور محمد العربي فارما جروب. العربي فارما جروب، وهي دي الشركه الموجوده حتى الان، هي المذر كمباني او الشركه الام في المجموعه كلها. وهي مستقره الحمد لله. احنا النهارده عندنا 26 وكاله مصنع مصري بنصدرهم لدول مختلفه. مش عاوزين نحرق بقى عاوزين بس نتراوح ونعمل نقله جت منين من العربي نبدا. بس قبل النقله دي قول لنا فكره العربي سيجما، ايه قصه العربي سيجما دي؟ قبل ما ادخل في العربي سيجما في خطوه قبليها بس في شركه احنا حجم الاعمال ساعتها في البدايه كانت كام تقريبا؟ في البدايه
في العربي المكتب فارما. دي. في العربي فارما 2003 دي كان كلام فاضي، 2004 كلام فاضي. ابتدينا 2005 و6 و7 هو ده النجاح الحقيقي. ابتدى حجم الاعمال يعدي 5 مليون دولار في الوقت ده، وده كان رقم كبير جدا لينا في الوقت ده. وابتدى زي ما دكتور محمد قال كده الشركات اللي اوريدي كان ليها باع في مش عايزين التصدير. حد يخاف، بس الناس تسمع 5 مليون دولار ده تخاف. فهنقول 3 سنين تعب، ممكن يكون ارقام بسيطه جدا لحد ما وصل 5 الكلام مليون ده. دولار في وقتها كانت ب 85 الدولار. لا كبير يعني. وبعدين كمان لو ما كانش تعبوا 3 سنين دول ما كانش يوصلوا للنقطه دي، يعني الكلام ده متصل. بالظبط. فابتدينا بقى شركات ليها باع زي فاركو، زي قبضه، ابتدينا نشتغل معاهم، وده ابتدى ينقلنا في الارقام نقلات مختلفه خالص. في 2008 قلنا ما ينفعش ان انا ابقى شغال في التصدير بالشكل ده كله وما يبقاش عندي اي انتيتي بتشتغل جوه مصر. فبصينا ايه هنعمل ايه؟ نفس اللي حضرتك قلته، ان انت بتدور على المكان الفاضي. فابتدينا ندرس سوق المستلزمات في مصر. لقينا سوق المستلزمات في مصر منقسم لشقين. الشق الاولاني عندك شركتين كبار قوي مسيطرين على الاجهزه اللي هي اللي بيسموها الميديكال ديفايس، اللارج انسترومنت، يعني اجهزه السونار، الMRI، الميكروسكوبات، التلسكوبات، الكلام اللي بيشتغل بشكل كبير في المستشفيات. وبعد كده الباقي كله عباره عن تجار قصر عيني بيستوردوا لنفسهم بشكل معين، ولكن لا يرقوا لمستوى حجم الشركات يعني. فابتدينا ان احنا ننقي شركات في المستلزمات بشكل معين زي كده بارت اوف ارتزانا جروب، زي ميدل انترناشونال، زي ستريفا، وابتدينا نسجل الشركات دي في مصر ونوزعها بنفسنا على الصيدليات. وده اللي خلانا نفكر في التوزيع، ان احنا حطينا الكلام ده في شركات توزيع. للاسف التوزيع بتاعها ما كانش مميز، لان شركات التوزيع في الاغلب بتبقى مركزه في الدواء. ففي البنى انت بتبقى محتاج ان انت تبني بنفسك، تحط بايدك، ترص الصنف بايدك جوه الصيدليه، ان انت تبتدي. كلام مهم جدا ان انا هبدا مشروع، هبدا بنفسي. مساله فكره تاسيس الافكار يا اخوانا، الفكره الناجحه صاحبه اللي يطبقها واللي يشتغل على تاسيسها. النمو والتطوير مهم بس مش زي اللي ياسس، ده كلام مهم جدا يعني. العربي سيجما بقى جت منين؟ احنا معانا دلوقتي في العربي ميديكال حوالي 7 توكيلات من بره، بالاضافه للشركات اللي احنا بنوزعها مستلزمات هنا، والحمد لله احنا من اوائل الناس اللي سجلت اصناف بعينها وفتحت كونسبت جوه الماركت. يعني احنا في 2010 سجلنا السيفتي لانسيت، لغايه 2021 ما كانش فيه ولا شركه سجلت السيفتي لانسيت. الناس كانت بتقول علينا مجانين يعني وقت ما ابتدينا ان احنا نسجل السيفتي لانسيت. جت منين العربي سيجما؟ ابتدينا نوزع، لقينا الاوبريشن كوست عاليه جدا، تكلفه التشغيل عاليه جدا، فابتدينا ان احنا نفكر في بدائل. ايه اللي يقلل تكلفه التشغيل؟ يا هقلل التكلفه يا هزود رقم البيع. نزود رقم البيع منين؟ في المستلزمات صعب شويه ان احنا نشتغل بنفس الطريقه اللي شغال بيها التجار في القصر العيني والقضاعي والكلام ده. فابتدينا ندور على الترنتيف. بالصدفه برضه نفس الصدفه بتاعت التصدير، زي ما دكتور محمد قال كده، ان احنا اسعى يا عبد ونسعى معاك. انت بتعمل اللي عليك، بتفكر، بتشتغل، وربنا بيظهر لك فرصه عليك ان انت تستغلها. فجات لنا فرصه ان سيجما في الوقت ده، اعتقد في اخر 2012، دكتور رأفت عبد الحليم من الناس اللي ليه افضل علينا كتير، الراجل كنا قاعدين معاه بشغل بخصوص سيجما في التصدير، فقال لك احنا بنعمل احلال او بنحل جهاز التوزيع بتاعنا نظرا للتكلفه الزياده، عايزين ان احنا نزود نبتدي نشتغل في التوزيع بشكل. معلش انا برضه عليك مهم، الفرص بتيجي للي جاهز. طب هو لو ما كانش جاهز وكان شغال ويوزع، عشان كده بنقول اشتغل اشتغل اشتغل، فكر واشتغل، ما تستناش الفرصه ما تجيلك. الشغل هو اللي هيصنع الفرص، الشغل هو صانع الفرص. الفرص ما تجيش اللي قاعد في البيت، الفرص ما تجيش للنايم، الفرصه جت في الوقت اللي هو جاهز فيه. فهو لقى جاهز، حل جهاز البيع، لدرجه ان ناس كتير ظنت في السوق من وقت من الاوقات ان يا اما العربي هم شركاء في سيجما، يا اما سيجما بتاعتهم، يعني كده من كتر ان الاسم كان العربي، بيقولوا العربي سيجما في وقت من الاوقات، كان الناس بتقول العربي سيجما، ده الاسم اللي كان موجود يعني. ناس كتير، انا متاكد ناس كتير بتسمعنا اول مره تسمع القصه اللي بيقولها الدكتور عمرو حاليا يعني. اتفضل. فابتدينا فعلا ان احنا نشتغل مع سيجما، حققنا رقم بيع مميز جدا في اول سنه. كنا بنحقق رقم بيع تقريبا قرب 30 مليون جنيه تقريبا مبيعات من سيجما، وحصل بقى شويه مشاكل عند سيجما يعني، فابتدينا ندور نفس الطريقه ان احنا لا الاوبريشن كوست هتزيد عليا، فانا محتاج شركات. ابتدت تضاف شركات وابتدى التوزيع يجي، فهو ده بدايه تسميه العربي سيجما. ابدا بقى دكتور محمد يحكي لنا قصه انها تبدا، لان طبعا بقى لنا فتره شغل مباشر في الشركه وتواجده وعلاقاته بالناس، وبدات الامور تنور جدا يعني والامور تلاحظ، فعاوزين نعرف بقى السر في ابدا. هو مش سر اكتر من ان هو احنا زي ما الدكتور عمرو كده كمل على اللي هو
بداوا ان احنا كنا بنوزع شركه واحده في البدايه، ولقينا ان الموضوع ممكن يكبر، ان انا اخد شركات تانية او اوزع شركات تانية جنبيها، ولكن كان الموضوع برضو مش واخد التركيز الكامل، لان في الفتره دي كان عندنا التصدير فرصته الاستثماريه اعلى بكتير. فكانت ابدا بادئه كشركه از انتيتي او كيان صغير موجود وجاهز، وبنبدا احنا بنستثمر فيه، بنزود عربيات، بنزود فروع، بنزود الكلام ده دون الحاجه اليها ان هي مش الكيان الاساسي بتاعي. ويمكن هي دي الاختلاف في ابدا عن اي شركه موجوده في السوق، ان انت كانت في البدايه انت عندك شركه اكبر او نجاح اكبر، وكان ده نجاح متوقع او جاي في المستقبل، ولكن بيتبني بهدوء لغايه لما جت حضرتك. تصور الاهداف مهم، تصور في اهداف هو التخطيط لازم تخطيط او لازم توفيق ربنا طبعا. وتوفيق طبعا. التوفيق بيجي اللي عنده فيجن، عنده رؤيه. هو التوفيق بيجي مع اللي بيشتغل. فضلت ابدا طبعا كل الناس اللي بتسمعنا او حضرتك طبعا عارف ان الشركه كان لها وضع معين لغايه بدايه مثلا نقدر نقول لغايه 2021. كانت الشركه يعني ما بتشتغل على حجم اعمال، لان كانت المنافسه فيها صعبه جدا مع الكيانات اللي شبهك يعني كانت الكيانات اللي شبهنا سو فار بعيد عننا جدا في عدد الفروع، في عدد العربيات، في عدد الشركات اللي بيوزعوها. فكنا احنا منتظرين الفرصه اللي تيجي لابدا ان هي نقدر نقول ترتيب ابدا دكتور محمد كام في السوق حاليا؟ ترتيب ابدا اعتقد ان ابدا ترتيبها الخامس دلوقتي يعني على ما يعني ممكن نقول تاخد كام نسبه كام الماركت في السوق ده المصري؟ احنا عندنا اكوردنج للاي ام اس يعني على اكوفيا، تقارير اكوفيا احنا معديين ال 4%، 4.3 تقريبا السنه دي على مستوى السنه. في شهور كنا بنوصل ل 6، احنا تارجتنا نوصل ل 10% ان شاء الله. ان شاء الله نوصل احنا 8 فروع دلوقتي، تارجتنا ان احنا نوصل 8 فروع صيدليات ولا 8 فروع واحد جمله. احنا هي ده كان احد اسباب نجاح ابدا، ان احنا فصلنا الجمله بالكامل عن الصيدليات. ان شاء الله ما عنديش فروع صيدليات بتشتغل الجمله بالمكان، وفروع الصيدليات والمستشفيات بتشتغل بالمكان. نقدر نقول دكتور عمرو ماسك قطاع الصيدليات والدكتور محمد قطاع الجمله. بالظبط. فهو احنا التطور، احنا من الاول يوم احنا اخترنا الطريق الصعب. الطريق السهل ان حضرتك تروح تشتري من شركات توزيع وتبتدي تكبر مخزنك، تعمل 5-6000 صنف، تبتدي تبيع بخصم قطعي وتشتغل. احنا من اول يوم لا، احنا ابتدينا الاتجاه الصعب. الاتجاه الصعب انا ماشي، انا ما بشتريش غير من يد اولى من المصنع نفسه او من المستورد نفسه. دي فكره الشركات احنا بنقولها سر النجاح، سر مهم جدا حققوا النموذج الصعب. هو شغال بخصم نت بس بيشتري من الشركه من المصنع بيروح الصيدلي، وهو ده المطلوب على فكره. جت معناه مش عاوز اكتر من كده، والامر سهل وعندنا النموذج بيتحقق بارقام احنا شايفينها يعني. بس هو زي ما محمد قال كده، احنا ما كناش معتمدين عليها في داخلنا كاشخاص في الاول. هو ده اللي ساعدنا على كده، لان هو عشان تبدا الطريق ده اخذ 10 سنين تقريبا عشان نوصل للي احنا عايزينه. اخذ 10 سنين عشان نوصل للارقام اللي احنا عايزينها. اخذ 10 سنين عشان الناس تبتدي انها تقول مين ابدا اللي ابتدي اشتغل معاه في ظل وجود يعني اساتذتنا متحده والمسينا وفارما ورامكو سوفيكو والناس اللي موجوده القديمه اللي في السوق. بس احنا كان حظنا كويس ان احنا قعدنا تقريبا، كان حظنا مع كل الناس الكبيره، لان التصدير انت بتقعد مع رئيس مجلس اداره شركه ومدير تصدير. فكان حظنا حلو ان احنا قعدنا مع اساتذه السوق، يعني اساتذه السوق زي دكتور حسن عباس فاركو، زي دكتور منير ارمانيوس الله يرحمه، زي دكتور مكرم مهنا، زي دكتور مجدي حسن، زي دكتور احمد علي ابو العينين الله يرحمه، مع دكتور احمد جزالين. فادنا جدا، قعدت معاه 3 ساعات، علموني كتير جدا في حياتي. هو الناس دي هي اللي بتثقل الشخصيه وبتضيف للشخصيه، اللي بتخليك ما تستعجلش ان انت تكسب. انت اجري على النجاح والمكسب هيجي بعد كده. النماذج الناجحه اللي شفتها في كل الشغل هتلاقي قدر مشترك من كل النماذج اللي بنشوفها. التواضع، ما تلاقيش حد ناجح الا وهو متواضع وبيذكر اسماء الناس اللي فاضله عليه. دي سمه. عاوزين نختم بقى دكتورنا، قبل ما نختم لو حضرتك حابب تقول حاجه اخيره تقولها، وعاوزين نصيحه للشباب اللي بادئين في سوق الدواء المصري او المخازن اللي بتشتغل بعشوائيه. بعض الناس عندها بعض العشوائيه، في نماذج كتير جدا مشرفه طبعا من قطاع المخازن عم محقق نجاحات كبيره جدا واسماء كبيره ولامعه، ولكن حابين اولا حضرتك شايف سوق الدواء رايح فين، ونصيحه حضرتك تقول نصيحه للشباب اللي لسه بادئين، والدكتور عمرو يقول نصيحه. لكن لو حابب تقول حاجه قبل النصيحه. لا، هو بشكل عام هو احنا مش هنختلف. هو زي ما حضرتك قلت كده، لازم من الاول يبقى فيه رؤيه، لازم يبقى فيه اجتهاد، وبعد كده التوفيق بيجي من عند ربنا، ده ما فيهوش كلام.
بس حضرتك تجتهد وتتعب لازم ربنا هيوفقك. انا بحكم الفتره الاخيره اللي هي مش كبيره طبعا، وهم كلهم اخواتي واصحابي قبل ما يبقى في بيننا وبينهم شغل، انا شايف ان في نماذج كتير جديده طالعه في السوق، شباب كله محترم جدا، شباب ملتزم جدا، شباب طموح قد كلمته، شباب حابب يكبر وحابب يبقى اكتر من كده كتير. انا بس حابب اكد على ان انا كان مبدئي في الحياه اللي اتعلمته من الناس اللي اكبر مني، ان هو دايما ما نستعجلش في المكسب، دايما نركز في الالتزام. السمعه بتجيب فلوس كتير قوي، الفلوس عمرها ما بتجيب سمعه. الواحد يلتزم، اشتغل ما تستعجلش نجاح خالص، اشتغل ما تستعجلش تاكد نجاح. النجاح جاي لو انت اشتغلت واخلصت، لازم يكون في نجاح. تمام. ده ما فيهوش كلام طبعا، وان شاء الله يعني باذن الله نشوف الناس كلها ناجحه والناس كلها كويسه، ده شيء يسعدنا يعني. دكتور عمرو، نصيحة، وقبل النصيحة الناس شايفة الدنيا أحيانا دلوقتي متشائمة، يعني مثلا أنا من الناس المتفائل وشايف الدنيا رايحة في حتة كويسة جدا، واخد بالك، لكن أنت شايف الدنيا في السوق ده مصر رايحة فين؟ وفي نفس الوقت تنصح الشباب اللي لسه بادئين بإيه؟ يعني الشباب اللي موجود في السوق شغالين بحجم أعمال قليل، تنصحه بإيه عشان يكبر ويوصل للموزين اللي وصلت له، وفي نفس الوقت السوق في مصر يا دكتور عمره ما يقل. احنا السوق المصري يمرض ولا يموت. فاحنا لو حضرتك عملت مقارنه مع الاسواق الخارجيه، بص على تركيا، بص على المانيا، بص على اسرائيل، بص على الاردن، بص الاسواق دي بتكبر بحد اقصى من 2 ل 3%. احنا السوق المصري جت عليه سنين كان بيكبر من 14 ل 17%. فالسوق المصري عمره، احنا شعب مستهلك بنزيد 2.3 مليون كل سنه، فعمر السوق المصري ما يتهز. احنا بنعاني الفترة اللي فاتت شوية، بس أعتقد إن إحنا هنريكفر، هنستعيد قوتنا تاني. اللي ما عندوش أمل مش هيعرف يكمل. ما يشتغلش، ما عندكش أمل وطموح ما تشتغلش. ما عندكش أمل مش هتقدر نصيحة تكمل. للشباب اللي لسه بادئ، اشتغل على قدك، واحدة واحدة، خط السلم بيطلع خطوة خطوة. اللي بيطلع السلم بسرعة لازم هيحصل له مشاكل كتير في حياته، فنو نيد ان انت تجري. الخطوه هي الخطوه تبقى ثابته، سلو بات شور، خطوه ثابته بس قويه ويبقى لها بصمه في السوق، هي دي اهم حاجه. صحيح، ممتازه ونموذج مشرف محترم وساعدنا وشرفنا، واظن كان لقاء مثمر، وان شاء الله يا رب الناس كلها تنتفع بيه، وبالتوفيق للجميع، وجزاكم الله خير.